ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ فيديو جديد النهاردة، جاهز؟ يلا بينا. عارف الشعور ده لما تبقى بتجري ورا هدفك بكل قوتك، وكل ما تقرب خطوة تحس ان الهدف بيبعد خطوتين؟ كأنك بتطارد سراب في صحراء، كل ما تسرع العطش بيزيد والسراب بيبعد. الحقيقة بقى ان الحياة ساعات بتقولك مش كده يا سيدي الكل، مش بالعافية هي. النهاردة هنتكلم عن سر خطير، سر ممكن يغير علاقتك بالوقت وبنفسك وبالأهداف اللي بتجري وراها. النهاردة هنتكلم عن قوة الاسترخاء. أيوة، زي ما سمعت، إنك تهدى وتسترخي ممكن يكون هو أسرع طريق عشان توصل للي انت عايزه. كارل يونغ، الراجل اللي غاص في أعماق النفس البشرية، كان عنده وجهة نظر عبقرية. بيقولك إن الأنا بتاعتك، الإيجو، عاملة زي الحاكم المستبد، عايزة تسيطر وتخطط وتضغط وتنفذ دلوقتي حالا. بس العقل الباطن والنفس ما بيشتغلوش بسعة الحائط اللي في إيدك، دول ليهم إيقاع تاني خالص، إيقاع هادي وصامت. تخيل عقلك ده زي نهر، لما بتبقى متوتر ومستعجل النهر ده بيبقى فيه عاصفة، المية بتبقى عكرة ومليانة طين، لا انت شايف القاع ولا عارف اتجاه المية فين. لكن لما بتهدى وتسترخي المية بتصفى وبتقدر تشوف كل حاجة بوضوح، وبتبدأ الرؤى والأفكار الحقيقية تظهر على الوش. التوتر مش بيخليك أحسن، التوتر بيعمل قفلة في قنوات الاتصال بينك وبين عقلك الباطن. اللاوعي عندك ما بيفتحش بواباته تحت التهديد، ده بيفتحها في حالة الانصات. لما تقعد كده هادي بتبدأ الرموز والأحلام والأفكار العبقرية تنبت لوحدها، كأنها كانت مستنية بس شوية مساحة عشان تطلع. والسؤال هنا، انت بتجري ورا رغبة الروح ولا رغبة الأنا؟ الأنا عايزة تثبت حاجة للناس، عايزة تنجح عشان تتقارن بغيرها، لكن الروح رغبتها صامتة زي البذرة اللي عارفة ميعادها. لو نجحت في حاجة روحك مش عايزاها هتوصل وانت فاضي من جوه، وده أكبر فخ ممكن تقع فيه. الاسترخاء مش كسل، الاسترخاء شجاعة، إنك تقول أنا واثق إن الحقيقة هتيجي في وقتها. يونغ كان بيقول إن أعظم لحظات البصيرة بتيجي بعد الاستسلام، بس مش استسلام الهزيمة، لأ، ده استسلام الثقة، إنك تسيب القلق وتكمل فعلك بهدوء وبدون تشنج. حتى ظاهرة التزامن اللي يونغ اتكلم عنها، إنك تقابل حد بالصدفة يغير حياتك، أو تقرأ جملة في كتاب تكون هي الرد على سؤال جواك، الحاجات دي ما بيشوفهاش الشخص المتوتر اللي عينه في الساعة طول الوقت، بيشوفها بس الشخص المتصل بنفسه اللي سايب مساحة للمفاجآت والغموض. بص بقى صديقي، قبل ما ندخل في العملي ونرص الخطوات لازم نعدي على المنطقة الرمادية، الحتة اللي بتقع فيها أغلب الناس وهي بتحاول تسترخي. احنا محتاجين نفهم الفخ اللي بيخلينا نتوتر واحنا بنحاول نسترخي. تخيل العبث، الفصل المفقود. ليه الاسترخاء صعب علينا كده؟ بص يا سيدي، احنا تربينا في مجتمع بيقدس الفرهدة. لو انت مش طالع عينك ومش بتنهج يبقى انت اكيد بتدلع، لدرجة اننا بقينا نحس بالذنب الاسترخاء. اول ما تقعد تريح شوية تلاقي صوت جواك بيقولك قوم يا فاشل، الناس سبقتك، انت بتعمل ايه؟ كارل يونغ بيقولك ان الصوت ده هو الأنا، وهي مرعوبة. الأنا مخاف من الهدوء، لأن في الهدوء هي بتفقد السيطرة. ومين اللي بيمسك الليلة؟ الذات الحقيقية. مبدأ المجهود العكسي، The Law of Reverse Effort. عارف لما تيجي تحاول تفتكر اسم ممثل وانت بتتكلم مع حد، كل ما تضغط على مخك أكتر الاسم يهرب أكتر. أول ما تغير الموضوع وتنسى وتسترخي، بوم، الاسم ينط في دماغك لوحده. ده بالظبط اللي بيحصل في أهدافك الكبيرة. كل ما تعوز الحاجة بلهفة وشعور بالنقص، كل ما طاقتك بتبعدها عنك. ليه؟ لأنك بتبعت إشارة للكون والعقلك الباطن إنك مش معاك، إنك محتاج، والاحتياج بيولد احتياج زيه. لكن لما بتسترخي انت بتبعت رسالة وفرة، انت بتقول أنا كفاية دلوقتي، والهدف ده إضافة جميلة لحياتي بس مش هو اللي هيحدد قيمتي. هنا بقى النفس بتبدأ تفتح الأبواب المقفولة. كادر سينمائي، تخيل معايا، تخيل بطل الفيلم هو بيحاول يفتح باب حديد بكتفه وبكل قوته، والباب مش بيتحرك. الكاميرا تبدأ ترجع لورا، زوم اوت، فنكتشف ان الباب اصلا بيتفتح لجوه مش لبره. البطل كان محتاج بس يهدى ويرجع خطوة لورا ويسحب الباب براحة. الاسترخاء هو الخطوة لورا دي، هو اللي بيعرفك اتجاه فتح الباب. دلوقتي بقى واحنا فاهمين ان الاسترخاء مش راحة محارب، ده the
نقدر ندخل بقلب جامد على الخطوات العملية اللي هتخليك تسحب الباب ده وتدخل طريقك بجد. الخطة العملية من التنشنة للروقان المستنير. 1. تمرين فصل الفيشة The 5-minute reset. أول خطوة هي إنك تدي إشارة لجهازك العصبي إننا أمان. التنفيذ: أول ما تحس إنك مشتت أو مضغوط، وقف كل حاجة، اقعد بظهر مفرود وخد نفس عميق من مناخيرك في 4 ثواني، واكتمه تانيتين وطلعه من بقك في 6 ثواني. الزفير الطويل ده هو بيبعت رسالة للمخ إن مفيش أسد بيجري ورانا. الهدف: احنا هنا بننقل الجسم من حالة الكر والفر fight or flight لحالة الراحة والهضم، وده اللي بيخلي الدم يرجع لقشرة المخ الأمانية عشان تعرف تفكر بذكاء. 2. فلترة الرغبات soul versus ego scan. هات ورقة وقلم واكتب أهم 3 أهداف شاغلين بالك دلوقتي، واسأل نفسك الأسئلة دي بصدق. لو محدش في الكوكب هيعرف إني حققت الهدف ده، هل لسه عايزه؟ هل أنا عايزه عشان أثبت لفلان إني نجحت، ولا عشان هو بيخليني أكبر كإنسان؟ الخطوة: أي هدف إجابته عشان المنظرة أو خوفا من كلام الناس، ده هدف أنا إيجو. اركنه شوية وركز طاقة الاسترخاء على أهداف الروح الصادقة. 3. سياسة الفعل بلا تعلق Action without attachment. دي أصعب حتة بس هي السر. اشتغل بجد بس ما تخليش سعادتك رهينة للنتيجة. التنفيذ: حدد لنفسك مهام يومية صغيرة small wins، اعملها بإتقان، وأول ما تخلصها انسى إنك عملتها. ما تفضلش تراقب الموبايل مستني الإيميل، ولا تدخل تشوف الأناليتكس كل 5 دقايق. التشبيه: زي الفلاح اللي بيحط البذرة ويسقيها، ده الفعل، بس ما بيفضلش يشد الزرعة لفوق كل يوم عشان تطول، ده التعلق، سيبها تنمو براحتها. 4. مراقبة العلامات The Synchronicity Journal. عشان تفعل ظاهرة التزامن اللي يونج قال عليها، لازم تبدأ تلاحظ. التنفيذ: خصص نوتة صغيرة على موبايلك واكتب فيها أي صدفة غريبة حصلت في يومك، مكالمة من شخص كنت لسه فاكر فيه، جملة سمعتها في الراديو حلت لك مشكلة. الهدف: لما بتبدأ تلاحظ الصدف، عقلك الباطن بيبدأ ينتبه أكتر للفرص والرسائل اللي كانت قدام عينك بس التوتر كان عميق عنها. 5. طقس الصمت الإجباري. اللاوعي بيحب الصمت. لو انت طول اليوم شغال بودكاست وفيديوهات وأغاني، مفيش خرم إبرة صوتك الداخلي يطلع منه. التنفيذ: 10 دقايق يوميا بدون موبايل، بدون موسيقى، بدون أي مدخلات، مجرد مراقبة لأفكارك وهي بتعدي زي السحاب. النتيجة: في الهدوء ده الإفيه العبقري أو فكرة البيزنس أو حل المشكلة اللي بقالك شهور بتفكر فيها هيظهر لوحده على السطح. وبس كده يا شباب، الخطوات دي مش سحر، دي برمجة لسيستم مخك عشان يشتغل معاك مش ضدك. جرب النهاردة تمرين فصل الفيشة وقولي في الكومنتات حسيت بإيه.